السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي يا جماعة عن مواضيع احنا شفناها في الفترة اللي فاتت. هنتكلم دلوقتي عن قرار المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور والكلام اللي كل يوم احنا بنطلع فيه وهنتكلم برضه عن عقوبة الأهلي على حسين الشحات، وهنتكلم برضه ونعلق على كابتن معتز اينو اللي طلع امبارح يا جماعة بيعمل فتنة بمعنى الكلمة. أول موضوع مرتضى منصور يا جماعة كان في النهاردة حكم والكلام العادي بتاع مستشار مرتضى منصور، يعني مش هنقول حاجة جديدة، بس كان سب وقذف برضه كابتن محمود الخطيب. والمحكمه قعدوا مع بعضهم كده قالوا لك هنأجل الجلسه تاني لحوار 18 اغسطس الجاي والكلام اللي احنا عارفينه ده حوار عادي، ده العادي، يعني مش حاجه مهمه قوي. هنتكلم دلوقتي عن نادي الاهلي. دلوقتي عمل اجتماع وطلع كام قرار هنتكلم عليهم. اول حاجه قال لك عقوبه نص مليون جنيه غرامه على حسين الشحات بسبب الحوار اللي حصل ما بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز وضرب القلم والسب والكلام اللي احنا شفناه دوت. انا شايف يا جماعه الصراحه ان الاهلي ان القرار بتاعه صح وصح جدا. فعلا انت لازم تعمل عقوبه جامده على اللعيب عشان ما يعملش الحوار ده كل شويه وبقى والناس واللعيبه التانيه تشوفه ما خدش عقوبه يلا نعمل زيه ونقلبها نقلبها خناقه شوارع. بس فعلا الاهلي صح جدا في القرار ده وشابوه. بس في قرار تاني الصراحه قال يا جماعه، انا قلت قرار صح. في القرار التاني الصراحه القرار التاني انا شايفه حاجه غريبه الصراحه. الاهلي بيطلب تطوير منظومه الحكام والعداله والكلام ده. لا ده انا مش معاك. احنا يا جماعه بنتفرج اصلا ان الاهلي اخر كام ماتش في الدوري قبل اخر ماتشين لفيوتشر واسماعيلي مع الاهلي جون مش اوفسايد اتحسب اوفسايد على فيوتشر، وجون بتاع لعيب الاسماعيلي الاهلي اتخبط في ايديه وهي ما كانتش خبط في ايديه. فدي يا جماعه الاهلي دي حاجه غريبه الصراحه انا مش عارفها. قول رايي اهو يا جدعان. التحكيم احنا شايفين التحكيم اصلا مجامل الاهلي. بس كده يا جماعه الاهلي طلع قرارين. اول قرار انا قلت عليه رايي ان هو قرار صح وموفق وشابوه ليهم الصراحه. بقى القرار الثاني لا انا مش معاك في الحوار ده. انا هو يا جماعه بتكلم بكل حياديه. انا هنتكلم دلوقتي عن اخر موضوع. كابتن معتز اينو طالع امبارح يقول لك، طالع على التلفزيون بيقول لك قلم حسين الشحات كيفني ويقول له الطريقه عجبتني وقعد يضحك. طب دلوقتي انا عايز اعرف حاجه. انت دلوقتي مفروض طالع على قناه وناس كتير بتسمعك، فده مش اسلوب ان انت طالع على القناه بقى لا انت ده اسلوب اتنين صحاب قاعدين مع بعض في الشارع عمالين يضحكوا ويصفوا على الحوار. انت كده يا كابتن معنى ان اينو يقول الكلام ده يبقى انت مأيده وموافق عليه. يعني انت كده بتحرض اللعيبه ان هي تعمل كده وفي الاخر يطلع يقول لك الفتنه ومش الفتنه وانتوا مش عارف روح رياضيه ومش روح رياضيه. يعني انت المفروض تطلع اصلا تهاجمه او تقول له اللي عملته غلط. مش هقول لك تهاجمه، تقول له اللي عملته غلط راح تشجعه وتقول له القلم عجبني وتديله التاني بالمره. نتكلم كلام بالعقل شويه. انت كده تصريحك ده قصدك بيه ايه؟ قصدك انك تعمل فتنه يعني الاهلي بيطلع قراره وبيهدي الموضوع وانت طالع تسخنه تاني. يعني حاجه غريبه جدا. انت المفروض ان انت كابتن من كباتن الاهلي، يعني انت متربي معاهم من اول الناشئين لحد الاعتزال المفروض. يعني عيب تقول الكلام ده. انت كده بتسيء الاهلي وتسيء لجماهيره. ما انت يعتبر واحد من المشجعين دلوقتي. انت كده بتسيء لجماهيره وانت مسؤول. مفروض كنت كابتن اكيد في يوم من الايام وجوم الناشئين، يعني انت طالع معاهم يعني من اول السلم لاخر السلم. فعيب قوي تقول الكلام احنا كده يا جماعه وصلنا ان احنا بقى نتكلم كلام شوارع على التلفزيون علنا. اللي انا شفته ده كلام اتنين صحاب بجد قاعدين بيتكلموا مع بعض وبوم طخ احنا عملنا وسوينا والكلام ده. لا ما ينفعش اللي تقوله حاجه غريبه الصراحه. يعني حاجه غريبه اصلا. يعني انت المفروض اصلا تطلع حتى تعتذر على الحوار ده. لا انت هص ما عملتش اي حاجه. وخليت الاعلام المغربي بدا يهدى. لا انت عمال تخليه يسخن اكتر، عمال تعمل فتنه اكتر، عمال تزود المشاكل اكتر. يعني انا نفسي افهم. احنا طالعين نهدي الحوار ولا طالعين كده كده؟ حسين الشحات اخطا قدام الناس كلها، واللي يقول ما اخطاش ده يبقى كذاب وبيضحك على نفسه. اخطا لما ضرب وشتم، وانا كنت عامل فيديو عن الحوار وكنت كاشف كل حاجه، اتكلمت بما يرضي الله. اللي عايز يرجع يشوف فيديو يرجع يشوفه. بس انا شفت ان هو اخطا، واللي يقول لك ان هو ما اخطاش ده بيكذب على نفسه. ده اول حاجه كده. لا انت المفروض تطلع تتكلم تهدي الدنيا. يعني مثلا تطلع تقول ما ينفعش انت عملته ده يا حسين مثلا اي حاجه. لكن انت طلع تقول عجبني القلم وتضحك، وفي الاخر بيتضايقوا لما تلاقوا الجماهير بتعمل بقى مشاكل وبتضرب بعض تشتم بعض. طالما المفروض واحد زيك مفروض يعني مسؤول فبتعمل كده، ما بالك بقى الجماهير العاديه تعمل والله حق. يعني والله حاجه غريبه يا جماعه. وانتوا وفي الاخر بتزعلوا لما الاعلام المغربي يقعد يشتم الاهلي والكلام ده. طب ما انتوا اللي بتبداوا الموضوع اهو. ولا انا بتكلم غلط؟ اتكلم كلام بالعقل. انت اخطات يعني اطلع اعتذر وخلص الحوار بدل ما يكبر مننا. اطلع لم الدنيا خلاص يا جماعه انا غلطت يا جماعه ما كنتش اقصد. اطلع بره باي طريقه، طريقتك انت بقى. شوف اي طريقه كده كويس تلم بيها الموضوع.
بدل ما الموضوع يبقى شكله وحش. يعني دلوقتي الخطيب بيطلع عقوبه على اللعيب عشان يهدي الدنيا وخلاص يا جماعه، نص مليون جنيه وهنعاقبه وهنلم الحوار وهنقعد معاه وما ينفعش كده، والمفروض تمسك نفسك، انت لعيب كبير مش لعيب كبير، يعني عشان نلم الدنيا وانت طالع تسخن الدنيا. عيب والله، عيب والله تقوله ده. بس كده يا جماعه، الصراحه ده كان رايي في حوار مرتضى منصور اللي هو بتاع كل يوم قضيه. ده حاجه، دي بقى حاجه روتينيه، يعني دي بقت حاجه طبيعيه مش حاجه غريبه. وبرضه رأيي عن قرار الأهلي إن هو عمل غرامة على حسين الشحات بنص مليون، وموضوع التحكيم وبرضه قلنا رأينا. وعلى موضوع كابتن معتز اينو طالع بيقول كلام غريب برضه قلنا رأينا. في الأول وفي الآخر يا جماعة ده كان رأي شخصي، أي حد دلوقتي تاني كنت مفتوحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.